هلو، ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا نشوف احلى طبق قرنبيط. ده مش قرنبيط يا جماعه، ده كنتاكي يا جماعه. شايفين؟ بصوا بقى، نجيب القرنبيطايه حلوه كده جميله، نقطعها حلقات صغيره. معلش انا مسرعه الفيديو عشان بنعمل حاجات في المطبخ كتير، اللي عرفت اصوره بقى. ايه رايكم في التقطيعه؟ بصوا نقطعه بالمنظر ده، ونشيل العنقود اللي من فوق. معانا ميه مغليه، نحط عليها ملح ونحط عليها كمون، ننزل بحلقات القرنبيط بتاعتنا بالمنظر ده. نطلعها دلوقتي، اتسلقت خلاص. بتسيبوها في الميه المغليه لمده 5 دقايق. بعد الغليان معانا كوبايتين دقيق، نص كوبايه نشا، معلقه صغيره، معلقه كبيره كمون، معلقه صغيره بيكنج باودر، معلقه كركم، فلفل اسمر، والكمون يا حبايبي عشان ما تزعلوش. نص ربطه شبت، نص ربطه كزبره بالمنظر ده. نقلب الخليط ببعضه، نجيب ميه، عايزه تحطي ريب حطي، عايزه تحطي لبن حطي، بس احنا عايزينها اقتصاديه وتكون حلوه. ننزل ببضايه، والناس الصايمه بلاش تحط بضايه. حلوه قوي. نقلب البيض الاول بالخليط، بعد كده ننزل بالميه تدريجا. نجيب بقى الخليط بتاعنا، ننزل بالميه تدريجا، نفضل نقلب. ننزل بمعلقه الملح اخر حاجه، معلقه توم. نقلب بالشكل ده. بامانه يا جماعه الخليط ده جنان. تفضلوا تقلبوا بالتدريجا. انا ولادي ما بيحبوهاش غير كده، تبقى كنتاكي بقى او بروستي، بس تبقى حلوه قوي. نفضل نقلب. انا عايزه القوام خفيف، هتلاقوني كل شويه اضيف ميه واشوف، عشان القوام لو تقيل هيخلي القرنبيطايه طريه وتشرب زيت كتير قوي. شايفين كده القوام المظبوط؟ معانا كوبايتين دقيق، معانا نص كوبايه نشا، معانا معلقه شطه، نص معلقه شطه، نص معلقه كمون، نص معلقه فلفل اسمر، نص معلقه كركم، نص معلقه بيكنج باودر، معلقه ملح. بالشكل ده يا حبايبي. كل المكونات اللي حطيناها في المره اللي فاتت حطيناها في الغلاف، بس زودنا نص معلقه شطه عشان تدي كده طعم كده، مش مشطشط بس يدي طعم حلو. الخليط بتاعنا الجميل جاهز، والغلاف جاهز، كل حاجه تمام. نمسك القرنبيطايه نحطها الاول في الدقيق. شوف التركايه دي بقى. والقرنبيط بصوا ناشف ازاي، عارفه لو طري ما يستحملش اللي احنا بنعمله فيه ده. شايفين؟ حطيناه في الدقيق، وبعد كده حطيناه في الخلطه، وبعد كده نحطه في المواد الجافه مره كمان، وننزله على زيت ساخن يا جماعه. تفضلوا تودوها وتضربوها في ايديكوا كده. عارفين انتوا الفراخ الكنتاكي؟ هو كده بالظبط. نوديها ونجيبنا في ايدينا، نوديها ونجيبها في ايدينا بالمنظر ده، ولا بقى ميه بتلج ولا الحوارات اللي احنا بنشوفها. معانا زيت ساخن ننزل بيه بالمنظر الجميل ده. حط كل الكميه اللي انا عملتها. تحفه تحفه. ننزله في الزيت بالشكل ده. بعد ما حطيناه بنقلب الطاسه. بعد كده بنقلبه على الناحيه التانية، نسيبه برضو ياخد لون من الناحيه التانية. نطلعه بقى. طلعه بقى على مصفى، مش على مناديل خالص، بالشكل ده بالظبط. على مصفى. لو طلعتوه على مناديل، المناديل بيخليه يبقى طري برضه. انا بطلعوه اصلا مقرمش بشكل مش طبيعي. انا كاتمه الصوت عشان صوت العيال كان عامل ده مش دوشه جامده. بعد ما خلصته، عارفين الخلطه بتاعتنا؟ فاض بقى حبه قرنبيط هرستهم وضفتها على الخلطه وحطيتها في الصينيه.
بشويه زيت كده حوالين داير، تحمر من تحت، نقلبها الناحيه التانية. احلى فطيره، انا بعشقها جدا يا جماعه. بصوا، وعايزه اقول لكم على حاجه، انتوا ممكن تهرسوا القرنبيط وتعملوا رول بالطريقه دي. بصوا جامده ازاي، جامده يا جماعه بامانه ربنا، جامده جدا. بصوا نطلعوا كده، شايفين؟ حلوه خالص. عجباني قوي. شايفين شكل القرنبيط بتاعنا جامد؟ يلا نزينه بقى، زيني يا بيت، زيني. شايفين؟ قولوا لي بقى، تنتكي الغلابه ولا مش تنتكي الغلابه؟ بصوا اخر وحبه بقى، بصوا بقرمش ازاي. اكيد هو بيتكلم عن نفسه، مش محتاج ان انا اقول لكم. شايفين هرميش ازاي؟ حلو خالص يا جماعه، حلو خالص. بصوا دي بتخبط دي، جامد. بصوا يا جماعه، تضربي دي في دي بقرمش بشكل مش طبيعي. شايفين؟ مش القرنبيط بتاعنا ده اللي امي كانت بتعمله زمان، لا خالص، ده مش القرنبيط بتاعنا بتاع زمان نهائي. حلو قوي. تعالوا بقى نفتح الفطيره مع بعض اوريها لكم من جوه عامله ازاي. جامد جدا. بصوا بصوا، اتمنى ان انتوا بجد يعجبكم جدا وتعملوه بنفس الطريقه، هيعجبكم موت بامانه، هيعجبكم جدا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير لاصدقائكم، وكلمه حلوه عشان بتفرق بجد في الفيديو، او كلمه وحشه برضو بتفرق في الفيديو. اي كلمه تكتبوها في الفيديو عشان بتفرق فيه. وتعملوا لايك حلو يا حبايبي، وتعالوا بقى كلوا معانا احلى قرنبيط، وانفخوا القولون براحتكم.